اقعد. انت ايه يا عم، ما انت سامع السرينه؟ يا ابني ترزع بقى، اقعد. الصوت بيبعد مش بيقرب، يعني خلاص مشوا. مشوا؟ طب افرض جم يدوروا علينا، ولا حد من اهل الميتين جاي يزور، ولا حتى الترابي جاي يشقر علينا. ماليش دعوه، انا اقول لهم ان انت اللي مهربني. يا ابني محدش بيجي هنا يا ابني، مش شايف الباب بيصد ازاي؟ اخلص بقى عشان اعرف افكر. اسكت. هتفكر فيا يا اخويا؟ هم المجرمين بيفكروا فيا. انت هتحكي بقى ولا ما فرق دماغك؟ لا اسكت. فكر براحتك، فكر ما تقتلنيش. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ مش تستنى الاول لما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مصيبة ايه يا عم الحاج؟ كفلنا الشر. وبعدين انا مالي الظابط هرب ولا غار في 60 داهية؟ انا عملت اللي عليا. ولا انت عايز تاكل عليا عرق ابو تامر؟ عرق ايه اللي هاكله عليك يا ابن الكلب يا جزمه انت؟ خلاص يا حاج لطفي، ما يصحش كده. وانت يا ابني انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش تفكر في الكلام قبل ما تقوله؟ عيب كده. حماد بيه ما ساعدتك؟ اخرس خالص. حاضر. احنا كلنا في مركب واحده، وبعدين الحاج لطفي يعني في النهايه برضه بيعتبرك زي ابنه، واديك شايف الظروف اتغيرت. ولو الداخليه ناويه تحمي الراجل بتاعها يبقى كلنا لسه في خطر. الله، وانا مالي؟ يا جماعة كلامكم كله زي الفل وعلى دماغي من فوق. ممكن نهدى شوية عشان خاطر نعرف نفكر؟ نفكر في ايه؟ وانا قاعد في عقل عشان نفكر؟ يا حاج لو الداخلية شايفة ان القضية ديت فيها خرم إبرة، كانوا هربوه ولا كانوا خرجوه من المحكمة؟ ما دام هربوه يبقى عارفين ان القضية لابساه، يعني مفيش داعي للقلق. الله يفتح عليك يا متر، والنعمه انت دماغك دي تستقطب لها الماس. شفت بقى يا عم الحاج ان الشغلانه خلصانه، وخلصانه بالشياكه كمان. يعني المفروض تديني عرق انا والرجاله بقى. لا اهدى على نفسك شوية، عمك الحاج عنده برضه حق. لازم الليلة دي تعدي ونشوف هترسي على ايه. وانا لسه هستنى يا متر؟ ما قلتلكش تستنى، انا عارف ان انت وراك مصاريف والرجاله بقول لك يا عم الحاج، طلع له قرشين لغايه ما الليله دي تعدي على خير. لا قوة الا بالله. بقى كده يا سليم يا ابني، بدل ما تطلع نفسك من المصيبه اللي انت فيها توقع نفسك في مصيبه اكبر. وهو كان هيعمل ايه يعني يا ماما؟ انت مش شايفه الدنيا كلها واقفه قدامه؟ سليم خسر اي حد ممكن يقف جنبه. مفيش حق يا بنتي بيجي بالباطل. خلاص خسر اي حد ممكن يقف جنبه. هو ما عملش كده غير لما اتاكد ان مفيش حد خلاص هيساعده، فقرر ان هو كان لازم يساعد نفسه بنفسه. ده اكيد يوسف جه يطمن علينا لما عرف اللي حصل. مساء الخير. مساء النور. صلاح الطوخي. وبعدين يعني يا سميحة انت تفضلي كده؟ يا اختي مش احسن من حبسته؟ لا مش احسن، مش احسن. في الحبس عارفه له طريق، عارفين هو فين. في فرشه بينام عليها، في لقمه بياكلها. دلوقتي احنا اللي عارفين له طريق، ولا بيعمل ايه، ولا هو فين. تبيت أنا طبعا مقدر إنكم أهله وخايفين عليه، بس عايز ألفت نظركم لحاجة. لو ساعدتوه على إنه يهرب هتبقوا بتضروه مش بتفيدوه. ايوه صلاح بيه، بس انا اخويا بريء وما عملش حاجه. هو البريء برضه يهرب؟ انتوا اللي اضطريتوه يعمل كده. إحنا اللي اضطريناه، يعني إحنا اللي قلنا له يضرب الولد لحد ما يموت في إيده. إحنا اللي قلنا له يروح يبتز الناس ويحاول ياخد منهم رشوة. والكلام ده كذب وما حصلش منه حاجه. هو ما قدرش يثبت انه كده. ولو بريء بجد كان وقف وواجه واثبت براءته، انما هو اتصرف تصرف ملوش اي علاقه بالرجوله، وتصرف زي اي مجرم وهرب. ابني راجل يا صلاح بيه، وهيفضل طول عمره راجل، وقادر ربنا يظهر الحق. في حاجه تانية ولا ممكن تسيبنا بقى في حالنا؟ انا متاسف جدا، بس ليا رجاء اخير. يعني لو حاول يتصل بيكم يا ريت تبلغوه ان اللي بيعمله ده مش هيفيده، هيضره اكتر. انا اسف على الازعاج،
عن اذنكم، انا عارف طريق الباب كويس. انا مش فاهمه ايه اللي افترى ده. الله الغالب يا بنتي، الله الغالب. يا خبطت عيني يا ابني هتقطع دراعي مش هينفع، دي مش هتنفع. اصبر اللي بالليل نشوف حل وتغور في 60 داهيه. اصبر. اصبر اللي بالليل ايه؟ وانت عايز نفضل متكلبش مع واحد مجرم هربان من العداله لحد بالليل؟ اخلص بقى اخلص. يا ساتر يا رب. يا ابني مالك في ايه؟ يا ساتر، محصور من صباحيه ربنا ومش عارف افك ومش عارف افك. دي بقى من عايز اعمل زي الناس. فيها حاجه دي كمان ولا ايه؟ طب قوم اترمي هناك. يلا اخلص، يلا اخلص. طب تعالى معايا. اجي معاك فين يا ابني؟ ما تخلص. طب انا هروح لوحدي هناك ازاي؟ ده انا لو قعدت ثانيه بعد كده هقلع البنطلون وانشره هنا. طب يلا. هات ايدك شويه عشان افك الحزام بس. ما يلا يا عم، انت في ايه جمل؟ يا عم بقول لك محصور من الصبح، من صباحيه ربنا. يلا دورك، يلا. ولا مش عايز تتنيل انت كمان؟ اتنيل؟ ماشي. بص هناك. ابص هناك ليه؟ هتتكسف مني؟ لا لسه مش عارف انت ممسوك في ايه. ممسوك ظلم. الدور والباقي عليك انت. تلاقوهم مسكوك عشان حرامي. انا مش عارف الحراميه شكلهم نضف كده ليه؟ امال لما الحراميه يبقى شكلهم كده ولاد الناس هيبقى شكلهم ايه؟ اترمي بقى، مش عايز اسمع صوتك. اترمي. الحمد لله يا رب. اللهم لا ترد عليا انا اللي جابني. انا مش عايز اقرب بس بتصدق والله مش عارف الواحد يفرح على الفكه دي وشمة الهوا ولا يزعل ولا يعمل ايه. بس هو كده كده رايح في 60 داهيه. يلا هيسخطوك يا قرد، هيعملوك ايه؟ وانت بقى ممسوك في ايه ان شاء الله؟ انت مال قالك انت؟ اخلص. خلاص اهو مفيش حاجه. هو كده الانسان بعد ما يفك زنقته. انا بقعد لنا بقى يا عم رامي وبطل هري. قعدت تقول لنا هنقلب الدنيا وهنعمل ونسوي، اديهم في الاخر هربوه واحنا كلنا واقفين نتفرج. على رايك يا عيسى، شفت الجبروت بتاعهم؟ ولا هممهم ناس ملمومه ولا دنيا مقلوبه ولا اي حاجه، وبرضه عملوا اللي في دماغهم ولا كأن حد مالي عينيهم. خلصت وصلت اللقطه بتاعتكم. كنت فاكرين ايه اللي هيحصل بقى يعني؟ بنعمل اول ماتش كده هندخل ونسلم. هم اكيد بيجربونا. هم يشوفونا احنا بنعمل ايه. احنا لسه هنعمل يا عم رامي؟ يا ابني اهدى، ارحم نفسك وارحمنا. البلد دي مفيش منها رجا، لازم تعرف كده كويس. احسن حاجه الواحد يعملها استنى لما يتخرج، شوف اي بلوه يهج فيها. يبقى كده هم عملوا اللي هم عاوزينه، مش كده؟ اللي قاعدين في البلد راضيين وساكتين بحالهم، واللي عايز يفتح بقه زينا يسيب البلد ويمشي. يا اخي حرام عليك بقى، انت لسه بتكبر. يا ابني افهم، هم دلوقتي بيجربونا وشوفوا هنعمل ايه يعني. لو سكتنا وحطينا جزمه في بقنا زي كل الناس هيكملوا طريقهم، انما لو وقفنا لهم بقى. بقول لك ايه يا عم رامي وحياة ابوك، انا الكلام ده مبقاش ياكل معايا خلاص. لازم تعرف ان اللي انت بتعمله ده مفيش منه فايده، يمكن ساعتها تعرف ترتاح. يا جماعه هو زياد ده مش كان صاحبي زي ما كان صاحبكم؟ رامي كان صاحبنا، بس مش معنى كده ان احنا نحصله. هنحصله ليه؟ زياد حصل فيه كده لانه كان لوحده، انما احنا لو كتير. يوه كتير مين يا ابني؟ انت ما بتتعلمش. انت بتتكلم ازاي؟ ساعه الجد محدش واقف جنب حد على فكره، كله بيقول يلا نفسي. لا طبعا، انتوا شايفين الشباب عملوا ايه على السوشيال ميديا من ساعه ما المجرم ده ما هرب؟ تاني السوشيال ميديا مدفوع يا رامي. الشباب اللي انت بتقول عليهم دول زياد بالنسبه لهم مصلحه، هيعملوا بيه شويه شغل وبعد كده في الاخر ينسوه. لا مش كلهم، فيهم ناس كويسه انا متاكد. متاكد من ايه بقى مرتي؟ في حاجه كده بس مش هقول لكم عليها دلوقتي يعني. عندي مشوار بالليل هخلصه، لما ارجع افهمكم كل حاجه باذن الله. ساعتها ان شاء الله هنجيب حق زياد وكل اللي زيه. خليكم معايا يا شباب بقى. حاضر. ايوه يا فندم باذن الله ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. سياده الوزير كان لسه معايا على التليفون بيسالني ايه الاخبار، منفعل جدا. وبعدين
الناس فاكرين ان احنا اللي هربناه. الوزاره كلها محطوطه في موقف حرج يا صلاح، نعمل ايه؟ ان شاء الله يا فندم هنجيبه في اسرع وقت. اسرع وقت ده امتى يا صلاح؟ ده لسه كمان لما العيال بتوع التوك شو يفتحوا الهوا وياخدوا تليفونات، وشوف بقى اللي هيعملوه فينا. ما شاء الله هيقلبوا علينا الدنيا اكتر ما هي مقلوبه، نعمل ايه؟ ما تقلقش يا فندم، احنا بندرس كل الاماكن اللي ممكن يروح لها، وان شاء الله في خلال 24 ساعه انا هكون جاي. هرب ازاي يعني؟ يعني يهرب وانا موجود هنا؟ ما يا بلد يا جدع ما يهرب ولا يغور في 60 داهيه. احنا فيك انت دلوقتي. انا يا اخويا، ما انا برمي هنا ويا عالم النيابه هتعمل معايا بكره. ما تبقاش حمار ياض. طب لعلمك بقى هروب الظابط ده مصلحه ليك انت. مصلحه؟ مصلحه ازاي يعني؟ اقول لك يا بقف، دلوقتي النيابه هتسال مين في المحضر بتاعك غير الظابط، وشكرا. وانا ان كان عليا انا عارف اقول ايه. ايه اللي حصل يا زناتي؟ والله يا باشا انا فاكر رئيس سليم بالانصاري بيجري ورا حماده تايسون وراجع بيه متكتف. يا جدع انت جاي تفور لي دمي ولا ايه؟ اسمع بس. طب والحاجه اللي كانت معايا زناتي، الفرد والمخدرات؟ والله يا باشا انا ما شفتش حاجه. قال لي سليم بالانصاري دخل علينا بحماده تايسون والحاجه دي في ايده. ايوه بس الحته كلها شافت اللي حصل. هما شافوا ايه غير اللي انا شفته يا بقف؟ وكمان في حاجه انت ناسيها، انت شاهد ضده في قضيه، يعني خصم. ايوه بس هو شاهد ضدي في قضيتي. يشهد زي ما يشهد، هو شهادته ملهاش اي لازمه. محدش امن على كلامه، لكن انت كلامك كذا حد امن عليه. يعني مش بعيد المره الجايه في النيابه تاخد افراج. بس لعلمك انا مش هسيبك غير لما اخد عرقي. يلا حبيبي افتح بقى، افتح بقى. ايه ده؟ ما حدش فيكم يتحرك. جوزك يا ست انت. والله ما اعرف يا باشا. انت شباب الشارع كلها. ما تخافوش، ما تخافيش. مفيش حاجه يا باشا. مفيش حاجه يا باشا. اسبوع انت تحت. تمام يا باشا. هو انتوا لسه ما لقيتوهوش يا باشا؟ هنلاقيه. لازم اخاف واقلق كمان. يا بابا هرب ولا ما هربش انت مالكش في الحوار من اصله. الحوار ده يخص عم لطفي. يا ابني افهم، الضابط صحيح عدو عمك لطفي، لكن هو عارف كويس قوي ان انا وقفت جنبه وشهدت ضده كمان. يعني حتى لو هو مش شايفني ان انا عدوه، اكيد في دماغه مليون الف حاجه، وده تخليني ان انا اقلق. الجدع كده هربان، يعني مفيش حاجه بايده يعملها. يا ابني افهم، ما تنساش ان انا راجل سياسه، يعني طول النهار انا موجود في المجلس، انا اهم حاجه عندي سيرتي وتاريخي. انا مش عارف وقفتنا مع لطفي ده هتودينا لحد فين، ربنا يستر. صدق بالله انت تعيش حمار وتموت حمار. هعيش حمار احسن ما اعيش مسجون يا زناتي. ومين جاب سيره السجن يا تغف انت؟ انت فكرك سليم هيسيبنا في حالنا وهو عارف ان احنا اللي لبسناه المصيبه دي؟ وانت هيهمك ايه؟ انت لا شهدت عليه ولا ظهرت في الفيلم ده من اساسه، يعني بالنسبه لك خلصانه بحصانه. وانت فاكر بقى ان سليم الانصاري لسه ظابط زي الاول وليه شنه ورنه؟ سليم الانصاري بقى حته مجرم هربان، لا بيهش ولا بينش، والوزاره كلها مقلوبه عليه. يعني كل اللي يهمه دلوقتي انه يفضل هربان. انا مش مرتاح للي حصل ده يا زناتي. يا ابني بطل خوف وما تبقاش خفيف امال. سليم الانصاري دلوقتي قدامه حل من اتنين ما لهمش تالت. يا يسلم نفسه ساعتها القضيه تلبسه اكتر ما هي لابساه، يا اما يدور على حته يتدارى فيها، ابعد حته يستخبى فيها، وساعتها لا يقدر يهرب مننا ولا هنشوف وشه. اسكت بقى وخليني بقى احكي لك عملت ايه مع لطفي في موضوع الفلوس. ولا انت خوفك نساك الفلوس يا تغف؟ هتفضل متنح لغايه يوم القيامه كده؟ ما تفوق لي يا جدع. احنا مش عايزين نتسرع ونتهم الداخليه بالتواطؤ في تهريب الضابط سليم الانصاري، بس حتى لو مفيش تواطؤ فهو في تخاذل واضح جدا، لازم محاسبه المسؤولين عنه، وده لو الداخليه عايزه تثبت لنا حسن نيتها زي ما وعدتنا. عامه هنتكلم اكتر بس بعد الفاصل. معلش يا رامي حقك عليا عشان دوختك عقبال ما نتقابل، بس الاكونتس كلها متراقبه حتى تليفونات كمان. مش مهم يا جميله، المهم ان احنا اتقابلنا يعني. قول لي بقى يا سيدي، ايه الموضوع الضروري اللي مخليك عايز تشوفني في السرعه دي؟
بص يا جميله، انا مش هزوق الكلام يعني وحسسك ان انا عايز اقول حاجه معينه. بصي من الاخر كده، كل الشباب اللي معايا خلعوا، محدش فيهم هيكمل في القصه دي، وبالذات بعد اللي حصل النهارده. ليه يا رامي؟ هو انتوا فاكرين يعني الداخليه هتسلم الراجل بتاعها بالسهوله دي؟ انا فاهم ده، بس هم مش فاهمين الكلام ده، وحاولت افهمهم طبعا وهم خايفين. بص يا جميله، بصراحه كده يعني هم شايفين يعني ان زياد ده لو كان حد منكم يعني مشهور والناس عارفاه وكده، كانت بجد مصر اتقلبت عشانه. انما زياد الله يرحمه كان غلبان. من الاخر يعني حدوته دي هتاخد لها يومين كده وتتنسي. بص، هو انا حقيقي ما كنتش قابلت زياد قبل كده الله يرحمه، بس صدقني انا حاسه زي ما يكون بجد زي اخويا، وطاري هو طاري. جميله انا مش بتكلم عنك، انا عارف كويس جدا انك بتتصرفي من قلبك يعني، مع انا متابعك على تويتر من زمان وعارف كويس قوي انت بتعملي ايه لاي حد حتى لو ما تعرفيهوش، بس المره دي موضوع كبير. وعشان كده ربنا هيقدرني عشان اجيب حق زياد، بس انا محتاجه مساعدتك. ماشي، بس انت عارفه كل التفاصيل يعني، وانا كل اللي عندي قلته لك. لا مش كفايه، انا عايزه اي حد بيعرف اي حاجه عن زياد او عن ضابط اللي عذبه يطلع ويتكلم، عايزه شهود اكتر. بص يا رامي، الدنيا كلها لازم تعرف ان سليم الانصاري ده سفاح ولازم ياخد جزاؤه.